بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح نبدأ جولتنا في قصر المنتزه. راح ندخل في جولة سريعة حول قصر المنتزه. ادعم قناة عبد الرحمن ليصلك منا كل جديد، ويلا بينا. نبدأ إن شاء الله بأول حاجة اللي هو فندق فلسطين اللي اتبنى سنة 1964، يعني بعد قيام الثورة كده بحوالي 12 سنة. فندق فلسطين اتفضل اسمه موجود زي ما هو، يعني حتى بعد ما جه المستثمر الجديد اللي هو جلال عناني فندق هيلنان، شركة دنماركية من أصل مصري. جلال عناني من أصل مصري من شركة دنماركية، جه وأخده سماه هيلنان فلسطين، يعني كلمة فلسطين ما اتغيرتش من مكانها خالص، اتحطت زي ما هي كده. زي ما احنا شايفين فندق جميل جدا، وفيه غرف حلوة كلها مطلة، والفيو بتاعها كله حلو. وبداية قصر المنتزه يبدأ منه، يعني انت اول ما تخش ده اول مدخل، يعني هو ليه مدخلين بس ده المدخل الرئيسي. تبدأ من عند فندق فلسطين هيلنان، وتلف جولة كده حوالين القصر، وتخرج برضو منه. احنا هنبدأ جولتنا ومنه ان شاء الله، وفي الاخر برضو انا هوريكم الفيو بتاع قصر المنتزه شكله عامل ازاي. واللي هناك ده كان فندق في قصر السلاملك، الحرملك اللي هو بناه الملك فؤاد. احنا طبعا هنحكي عنه لما نوصل له. احنا شايفين دلوقتي القصر اللي هو المنتزه باين اهو، دي بدايته من عند فندق فلسطين. طبعا سمى فلسطين بعد الثورة بحوالي 12 سنة عشان فلسطين ونظام التحرير الفلسطينية. فكل ملك بيجي بيطور، فجه الملك فاروق طور، يعني التطوير الأخير بتاعه اللي هو عمل برج الساعة اللي احنا شايفينه ده، وعمل حاجات تانية هنسترسلها في كلامنا إن شاء الله لما يجي إيه وقتها. القصر تحفة معمارية بصراحة، يعني تشوفه كده من أول مرة كده تشوف تحفة معمارية جميلة جدا 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 من الروماني، العصر الروماني. لأن هم يحبوا كان اللي هو العصر الروماني يحبوا المباني بتاعتهم. فاللي بنى القصر دون بنى قصور شبيهة ليها كده في فرنسا وفي النمسا. فالفندق جنب زي ما انت شايف، انا وريتك ادي بداية القصر اهو، ده بداية القصر. احنا شايفين دلوقتي القصر باين اهو، حاجة جميلة قوي تحفة وآية كده في الجمال. حوالي 220 غرفة، طبعا اتطوروا وهيوصلوا لحوالي 900 غرفة. القصر ده اتبنى سنة 1925 مع الملك فؤاد، وبعدين ابتدى يتطور مع الملك فاروق. فكل رئيس أو كل ملك بيجي بيطور القصر، لأن القصر فيه مقومات سياحية كتير، لأنه يعتبر واجهة سياحية عالمية. هو هيوصل لكده إن شاء الله يعني، ويبقى فخر كده للمصريين. القصر فيه حوالي 220 غرفة، ده القصر الغرف الأساسية بتاعتها. التطوير الحديث عايزين يوصلوه لحوالي 900 غرفة. حكاية القصر تبدأ ما بين الروعة والجمال والطبيعة والحدائق الخلابة والسواحل الشاطئية الساحرة جدا. اختار الخديوي عباس حلمي التاني فكرته من هذا المكان. هو كان دايما بيمر، كان لما كان بيمر في اسكندرية كده كان معاه طبعا كان يمشي ومعاه عازفين موسيقيين من اليونان وكده، كان يجوا ويعزفوا من وراه. فهو شاف المكان حاجة خيالية، يعني عبارة عن غابة كبيرة كده كثيفة بالأشجار وكثيفة كده يعني شبيهة بالغابة، وفيها صخور رملية وفيها خلجان، يعني مسميينه خليج المنتزه. تلاقي فيه خلجان كده داخلة ايه بالمية داخل المكان. والمكان بيمتاز جو بتاعه ساحر جدا، وفيه هدوء راحة نفسية رهيبة. أول ما تخش القصر كده في المكان ده تحس بهدوء، حتى لو في ناس ما تحسش بإزعاج، لأن كل الناس اللي موجودة فيه أعصابها تلاقيها هادية. سبحان الله، يعني المكان نفسه
بيوحي كده بالاسترخاء. فاحنا شايفين القصر مبني، بص ازاي، بطريقة جميلة جدا. العصر الروماني طبعا هم اختاروه على أساسه وعلى غراره يعني. فاحنا شايفين القصر اهو، المباني بتاعته الجميلة جدا. طبعا هنشوف بعد كده عندنا باحة كبيرة كده. الأول كانت معمورة مطار، كانت مطار ومهبط للطيران اللي هو الهليكوبتر عشان ينزلوا فيه الرؤساء وكده عشان يعملوا أو هو ده المكان ده عبارة عن ده. الأول كان مهبط كده للطيران الهليكوبتر. دلوقتي شالوه وعملوا مكانه بتاع ده الأشجار زي ما هي، بس شجروه بالنجيلة يعني. فحطوا النجيلة فيه وشجروه فيه كده وشالوا تقريبا المطار المهبط. طبعا تحت المطار كده وتحت القصر في سراديب وفي ممرات توصلنا في الآخر إلى المعمورة وخارج المنتزه. يعني اللي عايز يخش المنتزه جايب بضايع جايب حاجة بيخش في الممرات دي وبيخش في السراديب، يعني عبارة عن أنفاق بتوصل للقصر. فكان بيقال عنه إنه ده سجن للعبيد. في طبعا أكتر من ممر أنا دخلته وشفته، يعني أنا نزلت وشفت المكان دون. عبارة عن ممر كده طويل في غرف، وكل غرفة فيها باب حديد، يعني يوحيلك إن ده كان مكان فيه سجن يعني للعبيد. طبعا العصر ده انتهى. احنا دلوقتي بندور حوالين قصر المنتزه زي ما احنا شايفين كده. الأرض دي كانت الأول أسفلت، مع التحديث الجديد اتعمل بقى بالشكل دون حجر بأشكال وألوان كده جميلة جدا زي ما احنا شايفين. والناس بتخش ويسوق عجل وكده والناس بتخش بتعمل راحة كده واستجمام واسترخاء ومش غالي يعني، تكلفته البسيطة، يعني تكلفة دخول بسيطة. واحنا عملنا فيديو قبل كده عن برج الساعة وعملنا حاجات. المهم الخديوي عباس عمل القصر، حلمي عمل القصر دون على طبعا الأسرة الملكة سنة 1892، يعني انتهى منه سنة 1892. واللي سماه بقى المنتزه هو محمود شكري باشا اللي هو رئيس الديوان الملكي، هو اللي أطلق عليه اسم المنتزه على مساحة 370 فدان وعلى خليج المنتزه 370 فدان. كان القصر ده بيعج بقى مليان بقى خدم وحشم، والناس اللي هم بتزرع، وكان أراضي زراعية حوالين منه. كل ده كان موجود أيام الملك عباس حلمي طبعا. فطبعا جه بعد منه الملك فؤاد. جه الملك فؤاد الأول قام بتطوير القصر تاني وأعاد بناء قصر الحرملك. يعني كان في قصر اللي هو السلاملك الأول سنة 1892، واتعمل قصر تاني السلاملك سنة 1926 اتعمل قصر السلاملك. قصر السلاملك بعد كده اتحور واتطور، بعد كده اتعمل فيه قصر المنتزه اللي احنا شايفينه. وقصر المنتزه كان حروف بتاعت حرف الفاء دي مكتوبة في كل مكان. كان بيزين القصر بحرف الفاء، لان حرف الفاء دي انا قلت لكم قبل كده ان انا هحكي لكم عليها قصة. الملك فؤاد الاول عمل الايه، عمل غير التزيين بحرف جدرانه بحرف الفاء، عمل الصوبة الملكية فيها زهور ونباتات نادرة جدا، وعمل جزيرة الشاي وحمامات سباحة طبيعية من ماء البحر، من مية البحر. يعني حمام سباحة كبير من مية البحر، مفيش بقى شاني وسيراميك والحاجات دي كلها، لا هو قطعة من البحر واخدينها ومصورينها وعاملينها زي حمام السباحة، المية بتخش وتطلع منها من مية البحر نفسه. كان عامله بقى ايه للملك والاميرات داخل البحر، وعمل طاحونة للهواء، وعمل ابراج عليها كده كاشفة، وحط مدافع اللي كان بيستعملها محمد علي باشا في الحرب، حطها كزينة كده وكحاجة اثرية، وفي نفس الوقت تحكي تاريخ حماية القصر. المهم نرجع كلامنا تاني لحرف الفاء وتزيينه بحرف الفاء.
كان وهو ماشي الملك فؤاد، قابل واحدة عرافة قالت له انت قدام منك ملك مزدهر كبير، فلازم تحافظ على اول حرف من اسمك اللي هو حرف الفاء. فبالفعل حافظ على اول حرف من اسمه، فاول ما خلف 4 بنات وولد، سماهم فوزية وفايزة وفتحية وفايقة وفاروق. فجي بعد منه الملك فاروق، اتجوز على نفس النهج بتاعه، اتجوز الملكة صفيناز وسماها الملكة فريدة، وتخلف منها فوزية وفريال وفادية. فبعد كده اتزوج ناريمان، الملكة ناريمان دي بقى اللي هي سبب المشكلة كلها، ان غيرت النهج كله وخلفت له ولد اسمه احمد فؤاد التاني. احمد فؤاد التاني ده هو اللي كان سبب في نهاية الأسرة المالكة في مصر. طبعا دي أسطورة اتحكت ما بين التصديق والواقع والخيال والحاجات كده، لكن هي موجودة ومسطورة يعني، والناس تعرف الحاجات دي كلها. المهم عندنا بقى كشك الموسيقى، وعندنا برج الساعة. كل ده اتعمل أيام الملك فاروق. جه الملك فاروق بقى عمل طور، خلاها جزيرة الشاي، وخلى كشك الموسيقى، وبنى برج الساعة اللي أنا حكيت لكم عنه قبل كده. دون بعد كده طور بقى الملك فاروق المكان اللي طوره بقى، واستكمل البنى بتاع القصر المنتزه، وعمل بقى اللي هي ربط بقى الأسرة المالكة بالقصر، وعمل بقى اللي هي البرج الساعة، وعمل الفنار، وعمل الكوبري. طبعا كل ده هنحكيه لكم وهنقوله لكم بالتفصيل ان شاء الله في فيديو تاني. احنا شايفين القصر، احنا كده بنلف حوالين القصر زي ما احنا شايفين كده. بنلف حوالين القصر، بنشوف المنظر بتاعه من كل الجوانب بتاعته، من بداية فندق فلسطين. هنلف تاني ونخرج منه برضو من عند فندق فلسطين عشان نشوف الفيو بتاع فندق فلسطين. المكان نفسه احنا بص شايفين، احنا لفينا اهو، احنا خدنا جولة تانية اهي حوالين القصر برضو. شايفين القصر من كل الجوانب. طبعا أشجار كثيفة جدا، كان بيستعملها كغابة. كان يقال إن الملك فاروق وهو صغير كان بيروح يصطاد بقى فيه بط ومش عارف إيه وكده، وكانوا عاملينه كغابة كده للأسرة الملكة، وكان الملك فاروق بيروح ويصطاد وكان لسه صغير. فكانوا حابين المكان ده جدا، وكانوا مشهورين قوي بحبهم للموسيقى الغربي. فالقصر الغرف بتاعته لما نخش طبعا ونصور من جوه، بس ده في الوقت الحالي صعب جدا. فاحنا دلوقتي شوف بنلف حوالين القصر. فانا هوريكم بقى ايه في خلجان دلوقتي هتشوفوها، خلجان وكده من على الشاطئ. ودون ده بقى اللي هو اللفة بقى بعد احنا ما لفينا كده بنخرج عند فندق فلسطين. دي بقى الفيو بتاع فندق فلسطين من خلف. شايفين فندق فلسطين؟ يعني اللي قاعد في الفندق شايف القصر وشايف البحر وشايف الشواطئ وشايف الخلجان. وطبيعة المكان طبيعة ساحرة جدا، وفيها هدوء نفسي رهيب. يعني تحس كده حتى لو واحد عنده أزمة في صدره ولا حاجة، بمجرد إنه يروح أعصابه تهدى. فإحنا طبعا كده خارجين حوالينه، ده آخر ملف أو آخر سنتر بنلف حوالين منه حول القصر، وهنخرج منه على فندق فلسطين تاني. يعني هي دي بدايته وهي دي نهايته. وإن شاء الله هنشوفكم في فيديوهات تانية، فاتبعونا دايما وتدعمونا دايما، وإن شاء الله هنشوف حاجة تانية جميلة تخص قصر المنتزه. احنا نزلنا فيديوهات كتيرة جدا بتورينا. بص بقى منظر الجمال بقى، هنا منظر الجمال بتاع الفندق بيطل كده. فإن شاء الله نشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.